في ناس بتعدي يومها كله من غير لقمة تسندها، وفي لحظة واحدة وجبة واحدة بس ممكن تغير كل ده. انتي كمان ممكن تكوني سبب. تقدري تشاركي بالطبخ، تقدري تشاركي بالتوزيع أو أقل القليل. المهم ما تسكتيش. النهاردة الفيديو مختلف. هنعمل مع بعض وجبات إطعام بفضل الله، كل فترة بحاول ألتزم بيها. ايه السبب؟ إن أنا أعملها في الوقت ده نفسيتي مش أحسن حاجة، وصحيا برضو الدنيا ملخبطة معايا. وفي خبر حلو من ضمن ضلمة كتير، إن أنا بقى عندي 2000 مشترك، وإن شاء الله نكمل بقية الشروط بتاع اليوتيوب والقناة تتقبل. وبشكر بصراحة كل المتابعين اللي بيساندوني إن القناة تقف على رجلها كده وتقوم. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، واكتب له القبول والنفع يا رب العالمين. يلا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. ويلا بقى نبتدي ونشوف عملنا ايه في اليوم العظيم ده. ده الخضار اللي انا هجهز بيه التتبيلة بتاعتي: بصل وطماطم وفلفل حامي وبارد وليمون، بس هو ما تصورش. انا هنا فرمت كل المكونات اللي انتوا شفتوها في الكبة كويس جدا. هنزل عليها بقى بشوية من الصلصة. طبعا تقدري تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. انا مش هقول انا عاملة كمية ايه علشان محدش يقول رياء، ربنا يعافينا، ولا يقول كلام من ده خالص. انا بس مصورة جزء من اللي انا عاملاه علشان كلنا نستفيد. ونزلت بشوية كده من الصويا صوص الحلو. وهننزل كمان بقى بشوية البهارات بتاعتنا الجميلة اللي هنتبل بيها بقى كل الكلام الجميل ده. هننزل بقى ب... بكزبرة ناشفة، وبهارات فراخ، وملح وفلفل أسمر، وجنزبيل بودر، وبابريكا مدخنة. هي دي التوابل اللي أنا بضيفها بصراحة. ممكن تحطي كمان ورق لورا وحبهان، بيدي طعم حلو جدا. إيه، سواء حصى أو مطحون، بس أنا بصراحة بفضل إن أنا أضيفه حصى علشان أشيله، لأن الحبهان بيبقى قوي قوي. لو غصب عنك زودتي كمية منه الطعم هيبقى بيعور جامد قوي في البق. كل المكونات دي بقى هقلبها كويس جدا علشان نتبل بقى بيها الفراخ. انا كنت حاطه في الكبه كمان ليمون بقشره علشان يظبط التتبيله، بس ما تصورش معانا. من هنا بقى بنزل بالتوابل بتاعتي كلها. عايزه اقول لكم ان في افكار كتير جدا للاطعام، مش لازم لحمه، مش لازم فراخ. ممكن تعملي سندوتشات جبنه وتوزعيها، ممكن تعملي وجبة واحدة بس. ممكن كمان تزودي يعني في الطبخة بتاعتك وجبة واحدة وتنزلي تديها لأي حد في الشارع. أنا مش بقولك إن انت تعملي أكتر من إمكانياتك. أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام. فكرة إن انت تشبعي إنسان جعان دي حاجة عظيمة جدا وثوابها كبير. بجد أقل القليل حلو وكويس، ما تقوليش لا قليل يعني تتكسفي. اللي تقدري عليه تعمليه، وصدقيني واحدة واحدة ربنا هيكرمك وتعملي كتير. أنا هنا بقلب بقى التتبيلة بتاعتي كويس خالص. شايفين في قشور بتاعة الليمون أنا سايباها، بتدي مزازة حلوة قوي للفراخ، مش بشيلها. لو انت مش بتحبيها يبقي شيليها. طبعا التتبيلة بتاعتنا هتنزل ميتها بقى وهتبقى جميلة. دي الفراخ بتاعتي، جزء من الفراخ غسلتها كويس جدا بمية وملح ودقيق وليمون، مش بحط خل. وعملت فيها شرايح كده بالسكينة واصلة للعظم علشان التتبيلة توصل لكل مكان وتبقى كل حاجة متبلة كويس. إيه تاني هقول لكم؟ مش بنحط خل في الفراخ. الخل بيثبت الزفارة يا جماعة، خدوا بالكم من الحاجات دي. إيه، لو انت حاسة ان انت بعد ما عملتي كل حاجة الفراخ بتاعتك ليها ريحة، هتحطي عليها معلقة من الطحينة او معلقتين كبار من الطحينة. هتدوبيهم في المية، مش هتلاقي ريحة زفارة خالص. انا هنا بتبل بقى كل الفراخ بتاعتي اللي انا ظاهراها معاكم، علشان محدش يقول بقى منظرة ولا كلام من ده. ربنا يعافينا يا رب، وربنا يتقبل مننا كده جميعا ويعيننا يا رب على فعل الخير. هتبلها بقى كويس جدا من تحت الجلد ومن العظم. وطبعا يعني الافضل ان انتي تسيبيها ليلة كاملة. بصراحة اليوم ده انا يعني سبتها حوالي 3 ساعات بس علشان كنت متأخرة.
وتعبانة في نفس الوقت وعايزة أنجز، يعني استعجلت عليها. التتبيلة بتاع الفراخ دي بصراحة تتبيلة خطيرة جدًا، حلوة، والصوص اللي بينزل منها بيكون جميل أوي، يتاكل مع الرز البسمتي، يتاكل مع رز زي ما أنتِ عايزة، رز وخضار، بصراحة حلوة أوي، أوي، أوي. لو أنتم حابين إن أنا أعمل لكم بقى سلسلة من الإطعامات دي بأفكار كتير مختلفة تناسب بقى كل حاجة، يعني تناسب الميزانيات المتوسطة والميزانيات اللي هي أعمل لكم بقى حاجات اقتصادية للإطعام وأفكار كتير بإذن الله هاعمل لكم، بس اكتبوا لي بقى في الكومنتات وما تنسيش كمان تعملي لايك بقى للفيديو ده. بفضل الله عندي أفكار كتير جدًا للإطعام وحاجات تناسب كل الناس، تناسب الجميع، أنتم بس قولوا ابتدي وما لكوش دعوة بقى باللي بعد كده. ربنا يتقبل من الجميع ويعيننا جميعًا على فعل الخير يا رب. أنا هنا بقى باتبِّل كويس الفراخ زي ما قُلت لكم، أهم حاجة وأنتِ بت بتقلّبي التتبيلة تحاولي تعصريها كده علشان تنزّل العصارة بتاعتها ويبقى فيها إيه، الصوص الجميل ده، وهي أصلًا لمّا بتقعد في التتبيلة شوية حلوين كده، بتنزّل كمية مَيّة جميلة ومحترمة بصراحة وبتبقى كويسة. خلاص هنا بقى يعتبر يعني خلّصت الكمية اللي أنا مصوّراها. شايفين أنا مشرّحة الفراخ كلّها تشريحات، التشريحات دي بتخلّي العضم نَفْسه يبقى شارب التتبيلة، يعني أنتِ لو من هواة إن أنتِ في ناس بتحب تمصمص العضم والحاجات دي، هتلاقي طعم التتبيلة في العضم نَفْسه، والروايح تجنّن. خلاص كده أنا خلّصت الكمية بتاعتي، ما شاء الله الكمية مضبوطة بالضبط على قد التتبيلة، يعني أنا مصوّرة معاكم اللي أنا هاتبّله يا جماعة. على يعني إيه، زي ما قُلت لكم كده ده جزء من الإطعام بتاعنا بفضل الله. شوفوا مش باسيب أي حاجة في التتبيلة، حتى لو التتبيلة زيادة أغطّي بيها كل كمية الفراخ، تغطّيها بقى بستريتش أو بأي كيس وهتدخّليها التلاجة أقل حاجة 3 ساعات، الأفضل إن هي تبقى ليلة كاملة علشان تشرب التتبيلة بتاعتها كويس وما تحتاجش بقى أنتِ تزوّدي ملح وهي بتستوى ولا أي حاجة خالص، هتكون شاربة الملح خالص وطعمها معاكِ مضبوط. خلاص كده أنا خلّصت تتبيل، هادخّلها بقى التلاجة ساعتين. تعالوا بقى أورّيكم تاني يوم شكلها عامل إزاي، وإيه أفضل حاجة للتسوية. بصراحة أفضل حاجة للتسوية هي الصواني الألمونيوم، علشان طبعًا إحنا بنعمل إطعامات وكده، فأنا بصراحة باجيب الصيجان اللي هي الألمونيوم، ده المفروض بعدها ب3 ساعات، الصيجان دي باجيبها من مامتي باسرقها منها. دي أحسن حاجة بصراحة للتسوية، هاوزّع كده الفراخ بتاعتي كويس باحاول أساويها كده علشان تاخد أكبر كمية، طبعًا بقى يعني هي السيجان دي لمّا بتكوني عاملة ما شاء الله كمية بتوفّر عليكِ بقى صواني كتير، يعني لو أنتِ مش عندِك بقى هتلاقيكِ بتستهلكي صواني كتير ومجهود أكبر. قولوا ما شاء الله يا جماعة كده في الكومنتات وصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ربنا يكرمنا جميعًا ويتقبّل مننا كده ويجازينا خير كلّنا ويعيننا يا رب على العمل الصالح. شايفين ده جزء من الفراخ نازل منّه شوية صوص كده جميل، ده بيكون حلو أوي، كل حاجة باحطّها، ما بارميش أي حاجة خالص. هنا بعد ما رصيت كمية من الفراخ بتاعتي في الصاج، هازوّدها حوالي يعني شوية مَيّة، المَيّة تبقى واصلة لنُص الأوراق كده، أنا هنا عاملة أوراق فراخ ما يكونش مغطياها، أغلفها بقى بالفويل وهادخّلها الفرن، ويالّا بينا نجهّز الرز البسمتي بتاعنا ونشوف هنعمله إزاي مع بعض. معايا بصلة كبيرة كده مبشورة في الكبة، عاملاها خشنة شوية يعني مش البشر الناعم زيادة عن اللزوم. هنعمل شوية كده من الرز في الحلة دي، هنشوفه كده ونصوّره مع بعض، نفس رز المحلات بالضبط ونفس الطعم الجميل. هندبّل بس البصلة مش بادّيها لون ولا أي حاجة، هاجهّز بقى التوابل بتاعتي، معايا لومي وورق لورا وحبهان بس ما تصوّرش، وقرفة خشب، وكمان ملح وفلفل أسمر، وأهم مكون في الرز البسمتي إن أنتِ تاخدي ربع معلقة صغيّرة من الكمون الحصى. الكمون الحصى بيدّي طعم تحفة ومن الحاجات الأساسية في الرز البسمتي عامةً، اللي هو يعني رز الكبسة، الرز أصفر، المهم حُطّي كمون، ونزلت بربع معلقة صغيّرة
من بودرة الزعفران، دي اللون بتاعها بيبقى حلو، البديل ليها اللي هو الكركم. آخر حاجة بقى بانزل بيها علشان ما تمرّرش معايا، اعملي لايك بس وأنا هاقول لِك عليها دلوقتي. بافضل أتبِّل أقلِّب المكونات بتاعتي كده علشان التوابل تتحمّص والريحة بتاعتها تطلع. آخر حاجة باضيف معلقة كبيرة من الكاري، الكاري ده آخر حاجة باضيفه قبل ما أنزل بالمَيّة على طول، لإن الكاري لو أخد وِدّة معايا كده في الزيت هيمرّر وهيبقى طعمه مش حلو وهيدّي طعم عكسي. يا دوب أنتِ هتنزلي بالمعلقة، هتقلّبي، ريحته تطلع، تحطّي المَيّة على طول. أفضل طريقة إن أنتِ تنزلي بكمية المَيّة كلّها الأول لمّا تكوني هتعملي كمية كبيرة عشان الرز يضبط معاكِ. المَيّة تغلي، هتضبطي الملح وتنزلي بقى بكمية الرز اللي أنتِ هتعمليها. الرز البسمتي أيًا كان نوعه، مش باحبه يتنقع خالص، هو يا دوب يتغسل ويتصفّى، حتى بيكون فيه شوية مَيّة كده وأنتِ بعد غسيله، كوباية الرز ليها كوبايتين مَيّة، لا عمره هيعجِّن منِّك ولا هيبوظ منِّك خالص. فكرة النقع بتاع الرز البسمتي مش كويسة خالص، وبتخلّي الرُزاية تبقى ممكن معجِّنة معاكِ، دي أفضل طريقة لعمل الرز البسمتي. كوباية رز ليها كوبايتين مَيّة، ولا تنقعي ولا تسيبيه يتنقع ولا أي حاجة، هو أنتِ هتغسليه كام غسلة لغاية المَيّة بتاعته ما يبقى لونها أبيض وصافي وخلاص كده، وتجهّزي له المَيّة بتاعته وتطبخيه. هتحسّي إن المَيّة كتير جدًا وزيادة عن اللزوم وهتقولي ده الرز هيعوم، لأ ما تقلقيش خالص، هيتشرّب كل المَيّة بتاعته. هو نوعه إن هو بياخد كمية مَيّة كبيرة مش زي الرز المصري بتاعنا. هاغطّيه بقى واسيبه يستوى، ويالّا بينا نجهّز بقى شوية خضار كده نقطّعه جنب الوجبة بتاعتنا. هاقطّع كده شوية من الخضار، الخيار والطماطم، وأنا كنت مجهّزة للوجبات قبلها بيوم طحينة كده وحاطّاها في علب صغيّرة عشان تكون جاهزة معايا وتسهّل عليّا الشغل، وتسهّل عليّا برضه الوقت والمجهود والحاجات دي. أي تقطيع عشوائي، ممكن تضيفي مخلِّل، ممكن يعني تضيفي بقى تعمليها كسلطة خضرا. أنا بصراحة حبيت أعملها كده زي الخضار اللي بييجي جنب الفراخ المشوية والحاجات دي من برّه علشان تتاكل سهلة كده جنب الطحينة. ضيفي بقى مخلِّل، ضيفي زي ما أنتِ عايزة، شوفي أنتِ بقى فنّني براحتك. خلاص كده الرز استوى معانا وما شاء الله بقى زي الفل، مفلفل ومش لازق في بعضه وزي الفل. شايفين أنا نقلته جوّه علشان العين الصغيّرة بقى يبتدي يتلدّم معانا كده ويستوي على مهله. بس تمام كده هاغطّيه. شوفي باقول لِك حطّي لايك، حطّي لايك يالّا. ما شاء الله، اللهم بارك، قولوا ما شاء الله يا جماعة كده وصلّوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وكده الفراخ بتاعتنا استوت وأخدت لون. باحطها في الفرن زي ما قُلت لكم، وأمّا بتستوى ب باك ب يعني باشغّل ليها الشواية وتاخد بقى اللون اللي أنتِ عايزاه. يالّا بينا نجهّز الوجبات بتاعتنا ونشوف هنعمل إيه. أنا جهّزت سلطة الطحينة والسلطة الخضرا كده جنبها، وهانزل بقى بالرز بتاعي. أنتم تقدروا تعملوا كل اللي أنتم عايزينه، ما أنتيش عايزة تعملي رز بسمتي اعملي رز أبيض، مش عايزة رز خالص اعملي فراخ وحطيها في كل ربع فرخة في رغيفين عيش ووزعيهم. ما أنتيش عايزة تعملي فراخ خالص، اعملي ساندوتشات بيض مسلوق. والله العظيم الحاجات دي بتفرّح الناس، أقل القليل بيفرّح الناس بجد. اوعي تقولي أنا إمكانياتي ما تسمحليش، اعملي على قد إمكانياتِك وربنا هيكرمِك بجد. بدل ما تروحي تدّي الفلوس لأي شركات من الشركات الكبيرة اللي هي أنتِ مش عارفة الحاجة بتروح فين، اعملي أنتِ ووزّعي على الناس الغلابة اللي في الشارع بتاعِك. شوفي البواب ومراته، هتلاقي بُصّوا والله يا جماعة ما فيش أكتر من الناس الغلابة، الناس الغلابة أكتر كتير، كُلّنا يعني كُلّنا مساكين. ما حد يعني بُصّي هتلاقي الناس المحتاجة اللي تستحق طالعة لِك من تحت الأرض. ابتدي بوجبة واحدة وربنا هيكرمِك واحدة، واحدة وهيزيدوا. بس أهم حاجة النية، 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 تكون كده خالصة لوجه الله عشان ربنا يتقبل مننا جميعًا. أنا هنا بقى غرفت كل الرز وباوزّع كمية الفراخ بتاعتي على الأطباق.
نحاول كده بقدر الإمكان إن الوجبة يكون شكلها حلو، علشان تفتح نِفس الناس كده على الأكل. يعني كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لمّا بييجي يتبرّع بأكل أو يتبرّع من الضحية، كان بيتبرّع بأحب حاجة ليه، دايمًا كده خرّجوا من أكتر أكلة أنتم بتحبوها، شوفوا بتحبوا إيه أكتر حاجة وخرّجوا منها علشان ربنا يتقبّل كده ويجازيكم خير. ده شكل الوجبة بتاعتنا بعد ما خلصت. ممكن بقى تضيفي ليها إزاز مَيّة، تضيفي إزاز عصير على حسب إمكانياتِك، حتى لو أنتِ ما تقدريش تعملي وجبات، ممكن تروحي تشتري كرتونة مَيّة صغيّرة وتوزّعيها على العمّال اللي بيشتغلوا في الحَر الجامد اللي إحنا فيه، تدّي كل واحد إزازة مَيّة ساقعة متلّجة كده، ترويه في الحَر اللي موجود اليومين دول. هاتي يا ستي 5 أكياس عصير قصب أو 5 كوبايات عصير قصب اللي هو البلاستيك ده، ووزّعيها على الناس في الشارع. أي حاجة. هنا ما شاء الله اللهم بارك بعد ما خلّصت الوجبات بتاعتي وهي ده شكلها بعد ما اتقفّلت. إحنا كده خلّصنا فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، هاستنى رأيكم في الكومنتات وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعّلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده في الكومنتات. أشوفكم على خير مع فيديو جديد ووصفة جديدة، مع السلامة.